ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كل لعيبه وكل اللي نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله يكون في اكبر واحسن الانديه. معاكم كابتن اسلام صف فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي طلائع الجيش. طبعا نادي طلائع الجيش من الانديه الكبيره جدا، من الانديه اللي لها اسم في الدوري الممتاز. هنتكلم عن كل التفاصيل والمواعيد والمواليد وكل حاجه. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده عشان يدينا حافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. طبعا نادي طلائع الجيش من الانديه اللي لها اسم كبير جدا في الدوري الممتاز، تابع للقوات المسلحه، ومن الانديه اللي مستقره ماديا واداريا وكل حاجه مستقره بقالها سنين السنين. قطاع الناشئين قطاع كويس، نتائجه في بعض المراحل السنيه مميزه وفي البعض الاخر مش وحشه. في الاجمال من الانديه اللي القطاع بتاعها سواء ناشئين او براعم من القطاعات القويه. طبعا عشان يتم اختيارك لازم يكون مستوى ابن حضرتك افضل من مستوى الاولاد اللي موجوده في النادي، والا مش هياخده. فهو عايز لعيبه افضل من اللي عنده، او عايز بعض المراكز اللي ناقصاها عايز يكملها. هتسالني طيب هم بياخدوا حد ولا لا؟ هم السنه اللي فاتت انا بعت لهم ولدين خدوهم وكملوا معاهم ولعبوا معاهم الموسم، كانوا مواليد 2015 من عندي في الاكاديميه. فهو لو انت فعلا ابنك مستواه يستحق ان هو يلعب في طلائع الجيش هيتاخد في طلائع الجيش. بس النقطه الاهم، هل انت مقيم ابنك صح؟ هل انت عارف مستوى ابنك؟ هل هو فعلا افضل من لعيبه الانديه اللي في المرحله السنيه بتاعته، واخد الاحتكاكات اللي تخليه من اللعيبه اللي في المرحله السنيه من افضل اللعيبه؟ فده كله لازم تكون واقف عليه صح. لو انت برضو مش عارف تقيم ابنك او محتار، ممكن تيجي لنا الاكاديميه في اي فرع من الفروع. هسيب لكم رقم الواتساب للاكاديميه لو عايز تسال عن اي فرع، وهتجيلي هتلاقيني انا موجود في كل الفروع، ببقى موجود. اقدر ان انا اقيم لك ابنك لو محتاج حاجه، لو ناقص حاجه، لو عايز احتكاك، كل ده نقدر نشتغل عليه. نادي طلائع الجيش عامل اختبارات ان شاء الله هتبتدي يوم 10/5 اللي جاي، يوم السبت 10/5. اول حاجه هتبقى مواليد 2005 و2006 و2007 و2008. المواليد دي هتبتدي يوم 10/5. دي مرحله اولى وتصفيه اولى. التصفيه الثانيه هتبقى يوم 13/5، والتصفيه الثالثه هتبقى يوم 17/5. ده بالنسبه للمراحل السنيه اللي انا قلتها من اول 2005 ل 2008. تاني حاجه المراحل السنيه 2017 و2016 و2015، ده هيبقى يوم 31/5، يوم السبت 31/5. المراحل السنية الأكبر اللي هي 2014 و2013 تبقى يوم الأحد 1/6. الأكبر اللي هو 12 و11 هتبقى يوم الاثنين 2/6. وبعد كده آخر حاجة يوم الثلاث 3/6 مواليد 2010 و2009. ده بالنسبة للتصفية الأولى. الأسبوع اللي بعده في نفس الأيام ونفس المواعيد هتبقى التصفية الثانية. الأسبوع اللي بعده في نفس الأيام ونفس المواعيد هتبقى التصفية الثالثة. طبعا كل الاختبارات دي الساعة 8 صباحا. الساعة 8 صباحا هتبقى في نادي طلائع الجيش في ملعب النجيل الصناعي اللي هو تحت كوبري الفنجري أمام دار المشاة. تحت كوبري الفنجري أمام دار المشاة داخل نادي طلائع الجيش في ملاعب النجيل الصناعي. هسيب لكم اربع ارقام اداريين وكباتن، تقدر ان انت تستفسر عن اي حاجه او تسال عن اي حاجه قبل ما تروح لو انت جاي من مكان بعيد، عشان تبقى مظبط كل حاجه. وده الاحسن عشان تبقى متفرغ تماما للاختبارات، ما تفضلش تلف وتدور وتسال وتعمل، لا تبقى انت جاي عارف كل حاجه قبل ما تروح. الفتره اللي جايه هنزل لكم اختبارات كل الانديه او اغلبها. اي اختبارات بنزلها بقول لك تروح ولا لا. دي من الاختبارات اللي انت لو ابنك كويس روح. بياخدوا ناس 150 جنيه، سعر السمارة غالي شوية. وده اللي هتلاقيه منتشر السنة دي. معظم اسعار الاستمارة هتلاقيها 150 جنيه. لو محتاج تسأل عن اي حاجة او اعمل لك فيديو عن اي حاجة اكتب لي في الكومنتات، هعمل لك فيديو على طول ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام من قناة يوميات لاعب كرة قدم. اشوفكم على خير وفيديو جديد، والسلام عليكم.